هل فعلا روي فيتوريا اخطأ في عدم استدعاء كريم فؤاد لمنتخب مصر؟ بالنسبة لي انا كحسام حسن انا شايف ان الراجل لن يخطئ في عدم استدعاء كريم فؤاد، مع العلم ان انا واحد من الناس اللي مقتنعة جدا جدا بامكانيات وقدرات كريم فؤاد من وهو بيلعب في انبي قبل ما يجي النادي الاهلي. لعيب صغير ولعيب واعد وعنده سرعات وعنده مهارة وعنده مرونة تكتيكية عالية جدا، بيلعب في اكتر من مركز، لكن كان ناقصه فقط لا غير ان هو يلعب باستمراريه مع النادي الاهلي. وما شاء الله عليه اجتهد وقدر ان هو يكتسب ثقه مارسيل كولر، والراجل اجاد توظيفه بشكل كويس جدا. لكن لما نيجي نتكلم بشكل منطقي من خلال احتياجات المباراه وبالنسبه لاختيارات الراجل بناء على المراكز وبناء على طريقه اللعب اللي بيشتغل بيها منتخب مصر، وان هو عنده معسكر من مباراه واحده قدام المصنف الثاني على مستوى العالم، اذا احتكاك قوي جدا جدا الراجل عايز يستفيد بيه بشكل مميز عشان يقدر يقف على مستويات اللعيبه ويعرف مين هيكمل معاه ومين مش هيكمل معاه خلال المرحله اللي جايه. ما نيجي بقى نتكلم على موقف كريم فؤاد بالنسبه لاستبعاده وعدم استبعاده، لازم احنا كمحللين للموقف من بعيد نبقى عارفين كويس قوي احنا بنتكلم على انهي كريم فؤاد فيهم. كريم فؤاد الباك رايت ولا كريم فؤاد الجناح؟ لان الناس بتخلط الامور كلها ببعض. لو هنتكلم على الراجل ده ان هو باك رايت يبقى احنا بنظلمه، لانه بقاله اكتر من سنه ونص ما لعبش في المكان ده في ظل عوده اكرم توفيق، وراجل شغال بشكل كويس وتقريبا هو احسن لعيب في مصر في المكان ده، وفي ظل وجود عمر جابر اللي عنده استمراريه ان هو بيلعب بشكل اساسي مع نادي الزمالك واداء جيد او اداء مقبول، واخر معسكر ليه مع منتخب مصر اشتغل بشكل كويس جدا، فما فيش ما يستدعي ان هو ما يكونش موجود في المنتخب. طب تعالى بقى نشوف احتياجات الراجل بالنسبه للجزء الهجومي لمباراه بلجيكا. هل المباراه هتستدعي ان كريم فؤاد يكون موجود في ظل وجود محمد صلاح جناح وفي ظل وجود زيزو اللي متألق وعنده الاستمراريه في الدوري بقاله اكتر من 3 سنين؟ طب بلاش ناحيه اليمين، خلينا ناحيه الشمال. هل كريم هيكون ليه دور في ظل وجود عمر مرموش اللي بيلعب في الدوري الالماني، او تريزيجيه اللي بيلعب في الدوري التركي، او حتى في اسوأ الفروض احمد رفعت اللي بيلعب ومتألق في الدوري الاماراتي؟ الامور هتبقى صعبة جدا وهنبقى بنظلمه، والراجل من هنا هيبقى بيحرقه، فبالتالي الراجل بيحافظ عليه ما بيضروش.